بيهم ريحة، والله اللي يعلقون هاي التعليقات المسيئة بيهم ريحة. التيشيرت هذا ورث من جدة لابسه، يعني كارثة. أنا اللي شاهد الشمري ترد رد ناري على اللي انتقدوا اطلالتها خلال اطلاق عطر ماتش، انه كل اللي ينتقدوها بالتعليقات هم يتوسلون بيها بالواقع حتى ياخذون صورة وياهم، ووصفت اللي ينتقدوها بالوسخين واللي ما يسبحون وابد ما يبدلون ملابسهم. اعتقد هاي الطريقة ابد ما تليق بيها كمشهورة عراقية. انتوا شنو رايكم؟ لو لازم يلقون خلل بشي. ها الفستان قديم، ها لونه ما حلو، عفوا، يعني مصمم عالمي مثل زهير مراد، تجي انت كذكر او انتي تعلقين. وعلى فكرة أنا ما أخذ من البوتيك موظفات، لا، إشرافه هو. وتقدرون تفوتون على الانستا راح تشوفون أصدقاء أنا من سنتين. فينتابني الفضول مرات من أشوف هذا التعليق الجاي على مود يتقصد الإساءة والسم يذبه أو أفوت على صفحته بعد فضول عندي، تدخل أشوف هذا المعلق من يكن. يا رب ألقاه فد شخصية راقية مرتبة، والله العظيم أدور بالصور مالته أمنيتي ألقالي صورة وحدة سابح بيها، صورة وحدة وحقها وكلام الله سبح ما يسبحون. طيب يا حلوين، لو أفوت على وحدة ألقاها كفشة هالكبرها، الذوق والله العظيم الذوق يبكي بالزاوية، ماكو أي ذوق نهائيا. حتى المحتوى، أو وحدة استوقفتني عايشة برا متشردة، والله وسخة بيهم ريحة، والله اللي يعلقون هاي التعليقات المسيئة بيهم ريحة. التيشيرت هذا ورث من جدة لابسه، يعني كارثة. أنا اللي ينتقدني مثلا لو شخص محترم، لو النقد أو طريقة الطرح تكون راقية، أخذ وأعطي وياه شكرا، بس هو اصلا ما حابك. لو تنزل بيك آية هو ما حابك، وبأي محفل بأي ايفنت بأي قصيدة بأي اكتيفيتي يصير عندي ذولا يطلعون. أصدمكم، شوفوا بس العقد النفسية يا ربي. نصي فهد اللهم لك الحمد، خل أصدمكم. مو أفوت على صفحتهم هم ذولا المسيئين ألقاهم مسوي لي فولو يا الله وتابعيني، واصدمكم بعد بس لا تتفاجئون. ها لا تتفاجئون، افوت على الرسائل القاهم كاتبي لي وحق هذا الله واني ما، واصدمكم بعد بس لا تتفاجئون. ها لا تتفاجئون، افوت على الرسائل القاهم كاتبي لي وحق هذا الله واني ما مجاوبه. اريد مساعده منك انت زين، طيبه. هاي شو تحط لها والله العظيم، هاي شو تحطوا لها والطيب لكم يعني. طيبه ام المواقف، محتاجه مساعده لو ما ادري ايش، لو منوره، لو هذا اللبس حلو، لو كميه تناقضات ما انزل الله بها. فشلتونا حتى قدام الدول، والله هي المشكله. يعز علي لانكم عالم عرب تتابعنا. شبيكم شبيكم؟ انا شي ما يعجبني انفولو ما اتابع. ليش تتابعوني؟ التوا بحياتكم، اشتغلوا، جمعوا فلوس، الحياة حلوة. يعني انتو اوكي خلينا ناخذها مثلا على انه يشوفوني يعني مرتاحة مستقرة، وضعي تمام، الاجتماعي وضعي والمادي و كله اوكي. انتو قاعد تباوعون ترى بس على النهاية، انتو باوعتوا البداية